بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وصباح الفل عليكم. النهاردة ان شاء الله هقدم معاكم الكبدة بانيه، وهنعملها معاكم بالبقسماط والفيجيتار. وانا قبل كده عملتها معاكم بالردة، قليتها بالردة يعني. هنقدمها بطريقة مختلفة، وهنقدم معاها مكرونة سباكيتي، وهنعمل مع بعض العيش الكايزر على السريع كده. فيديو قصير ولذيذ هتحبوه يعني. ان شاء الله نشوف مع بعض كده. زي ما انتوا شايفين عيش الكايزر مفتوح وجميل جدا. هنشوف مع بعض. الاول هنبدأ بمقادير العيش الكايزر. معايا نص كيلو من الدقيق ورشة من الملح، ومعايا كوباية من المية، عليها معلقتين من السكر صغيرين، مع معلقة كبيرة من الخميرة. طبعا عشان الجو شتا فاحنا بنستخدم ايه، بنزود شوية في الخميرة. وطبعا هننزل بالمية الدافية طبعا تدريجيا مع الخميرة طبعا بعد ما اتفعلت. وهنبتدي ان احنا ايه، نعجن بقى في العجينة بتاعتنا كده على السريع. وهضيف عليها معلقتين من الزيت ألم بيهم العجينة بتاعتنا. وطبعا هنخدم العجينة كويس على الرخامة، وايه، وهنحطها طبعا تخمر لمدة ايه، ربع ساعة كده. وهنيجي هنكمل بقية خمرها دلوقتي مع التقطيع. طبعا انا هقرصها كده قد الاستفندية كده الصغيرة، او قد البضاية الكبيرة. وبعدين ايه، هسيبها برضو تخمر لمدة ايه، نص ساعة كده ولا حاجة. وهنبتدي نشوف بقى بعد ما خمرت معانا ايه. زي ما انتوا شايفين هنفرغ الهواء تماما. وهبتدي الف بقى بالعجينة كده دوران كده، ادخل العجين في قلب بعضه عشان نعمل اللبابة بتاعت العيش الكايزر زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا برضو هسيبه يختمر معايا شوية تاني، يجي ربع ساعة تاني. وبعدين بقى ايه، هوريكم دلوقتي هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا بعد ما اختمر معانا هنجيب هنجيب صفار بيض على معلقة من اللبن كده، وهنحط عليهم شوية من الخل عشان الزفارة. وطبعا هندهن ايه وش الكايزر، وهنضيف عليه شوية من السمسم، وهندخله طبعا على درجة حرارة عالية. وهندبل بصلاية مع قرن فلفل حراق وفصين من الثوم، وننزل عليهم بالطماطم. وبعدين هننزل بالصلصة، وهنضيف سكر وملح وفلفل اسمر وكمون. وهنا بقى هنعمل الكبدة بتاعتنا. طبعا احنا غسلناها كويس جدا بالليمون، وضفنا عليها مجموعة من التوابل اللي هي توم وفلفل وكمون وسبع بهارات، فلفل اسمر. وبعدين هنا معايا بقسماط على فيجيتار، وضفت عليهم برضو مجموعة من توابل الفراخ على الفلفل الاسمر. وطبعا معايا بيضاية، ومعاها فلفل اسمر وملح وشوية من اللبن. علشان ايه، طبعا هنعمل الكفر بتاعنا. وهننزل بالكبدة بتاعتنا نعمل الكفر بتاعنا. الاول هننزل في البقسماط والفيجيتار، وبعدين هننزل في البيض واللبن، وبعدين هنرجع تاني على البقسماط. وبعدين ايه، يبقى كده عملنا ايه، الكفر بتاعنا. وهنبتدي بقى نكرر العملية تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طريقة حلوة جدا، وبيبقى كفر متماسك كده مع الكبدة، وبيبقى بيخلي القطعة سميكة وحلوة يعني. طبعا انا هسلق المكرونة دلوقتي، انا هسلقها سليمة. وهنبتدي نحمر الكبدة بتاعتنا، نقليها بقى زي ما انتوا شايفين كده. هنطلعها على ورق ابيض او على ورق مناديل. زي ما انتوا شايفين لونها جميل جدا.
وهنبتدي بقى ننزل بالصلصة بتاعتنا الجميلة اللي احنا عملناها على المكرونة، ونقلبها بقى كويس. كده اكلتنا خلصت معانا، العيش الكايزر مع المكرونة مع الكبدة، ما شاء الله. نعمل برضو العيش في البيت، كل حاجة غالية دلوقتي، نشتري نعمل كل حاجة في بيتنا بشوية دقيق. عملنا ما شاء الله يجي 15 كده من الكايزر، بنص كيلو من الدقيق. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.